السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. طبعا أنا لحقت نفسي في الجبنة دي وهي بتتعمل. بنتي هي اللي كانت بتعملها، قلت لها لا، لازم أعرف حبايبي هي بتتعمل ازاي، ولازم أوريها لهم لقطات بسيطة والله، بس اللي لحقت أقوله بقى. هي ضربت الجبنة، لمِّت الجبنة كلّها البواقي اللي في التلاجة وضربتها في الخلاط من غير إضافة لبن ولا أي حاجة، بس لقيتها سابت كده. قامت جاية على النار وحاطة معلقتين سمنة، وقامت حاطة عليهم معلقتين دقيق وقعدت تحمّر فيهم كده زي ما أنتم شايفين. وبعد كده قامت صابة عليهم الخليط اللي هي ضربته في الخلاط. طبعًا هي كانت ضربت قبلها حبّة قبلهم كمان، بس أنا هاورّيكم الكمية بقى كلّها لمّا خلصت. هي عملتها على مرّتين. قعدت تقلِّب فيها شوية على النار لحد لمّا اتطبّخت كده ببعضها وبقت جميلة. معلش بقى أنا تعبانة جدًا. أنا آسفة إن أنا بس قُلت لازم أعرّفكم الطريقة الجميلة دي، بجد إحنا في رمضان وبتوفّر معانا كتير أوي. قعدت تطبّخها على النار لحد ما لفِّت زي ما أنتم شُفتوها كده، وبقت جميلة معاها. يعني عارفين تشبه صلصة البشاميل شوية، بس طبعًا لمّا اتحطّت في التلاجة مسكت وبقت جميلة. أنا صورتها لكم قبل ما تتحط في التلاجة، وشوفوا كانت ماسكة إزاي، وكانت جميلة أوي وطعمها خطير. طبعًا نسيت أقول لكم هي حطِّت معاها توابل جبنة. توابل الجبنة اللي هي طعم جبنة رومي، طعم جبنة متبّلة، الطعم اللي أنتِ بتحبيه بتحطّيه. عايزة تحطّي زيتون، عايزة تحطّي فلفل، أنتِ وراحتِك وأنتِ ومزاجِك. بس طعمها خطير بجد والله، يعني أنا دُقتها لقيتها طعمها تحفة. قُلت لازم أعرّفكم بقى الطريقة الحلوة دي، وبسيطة وما فيهاش أي تكلفة. ما تنسونيش بقى يا حبايبي لايكاتكم الحلوة واشتراكاتكم الجميلة اللي وحشتني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.